لازم نربيهم لزمن غير زمننا، ولازم احنا ننزل كده شوية عشان نفهم الدماغ دي، عشان نقدر نسوينج مع الدماغ دي. ده هيبقى ألطف بكتير. حتى هتلاقي البيت هادي. البيت اللي فيه عصبية ده بيبقى مشحون، الفايبس بتاعته بتبقى سيئة قوي، متحبش تقعد في البيت حتى لو جه ضيوف بيمشوا بسرعة، لأن الفايبس بتاعت البيت وحشة. أما البيت الهادي تلاقيه كده تحب تقعد فيه. الله، بابا وماما متفاهمين، الأولاد هاديين. لو حصلت وحد على صوته مثلا، أنا بتكلم وبعلي صوتي، ابني بيقول لي ماما أنت بتعلي صوتك ليه؟ بعلي صوتي ليه؟ تخيل إن هو خد باله إن أنا بس بعلي صوتي عشان مش متعودين على كده، عشان مش متعود على الصوت العالي أصلا. المراهق اللي أهله بيعملوه بعصبية وبيروح يشرب مخدرات، هو كمان عنده غلطة عملها بس بيلعب دور ضحية. أصل أنا ضحية أب وأم، لا، أنت عندك الفرصة إنك أنت ما تعملش كده. فعنده إنكار وتبرير، دول أهم صفتين بيبقوا في الولد اللي معنف من آباء وأمهات عصبيين. بيبقى عنده إنكار وتبرير وبيلعب دور ضحية. ما أنا على طول مظلوم، ما هم مش حاسين بيا، ما هم مقرفين، ما هم مزعجين، ما هم طول الوقت هم سيئين وبيلعب دور ضحية. دلوقتي الناس اللي بتشرب دراجز، بيشربوا ميث كريستال، بيشربوا ويد، بيشربوا هاش، الناس دي كلها مش عارفين هو بيعمل ايه في مخهم اصلا. بيدمر خلايا المخ حرفيا، لان كله كتامين وكله شابو وكله شعر والحاجات الجديدة كلها اللي طالعة دي بيدمروا خلايا مخهم حرفيا. ولو هيتجوزوا ويخلفوا، أولادهم هيبقوا عرضة بنسبة 60% إن هم يبقوا في نفس التراك بتاع الآباء دول. فأنت ما بتدمرش نفسك بس، أنت بتدمر أجيال جاية.